اول ما كلمنا بوتريكا كان تجاوبه تجاوب جدا عالي. قال احنا اعتقد ان الكويت ظلمت في هذا الموضوع، وانا محتاج اني اوقف مع الكويت، وانا باللي تامرون فيه ويشرفني ان اكون وياكم استاذ جابر. طبعا تكلمنا وياه ان ممكن هناك تكون محاولات كثيره ومضايقات من قبل البعض. قال ابد انا موقفي ثابت في هذا الموضوع، ومش راح اخذ اي اجر مقابل مقابل هذا الموقف واللعب. يعني لم يحصل على أي مقابل. لم يحصل كذا مرة أخرى وثانية. أنا أيضا مسؤول عن هذا الموضوع، لم يحصل على أي مقابل. لا لكن طبعا في عدد كبير من نجوم العالم الذين جاءوا حصلوا على مقابل مادي. لا، الكل حصل على مقابل مادي باستثناء أبو تريكة. الكل حصل على مقابل مادي باستثناء أبو تريكة. نعم نعم. فهذا الموقف أمانة يعني تم نقله للقيادة السياسية، ووصلنا بهذا الحرف ان هذا محمد ابو تريكه موقفه في هذا الموضوع، ورفض ان ياخذ، مو لم يعرض، هو رفض ان ياخذ اي مقابل مادي مقابل لعب فيه. طبعا هذه الاخلاق الجليه، وهذا الانسان العربي لما يعني تعرف انت لما يتعرض لشخص لظلم ويجد الاخ العربي ناصره، يعني اثر فينا كثيرا الكل الموجود هنا، من اصغر مواطن كويتي والى اكبر يعني الى راس الدوله. وهذا ما تم نقله. فاللي حصل بالمباراه انه ايضا حضرة صاحب السمو امير البلاد يعني اختار بوتريكا من بين كل اللاعبين ان ياتي وليصافح يعني لياخذ صوره تذكاريه معه. فاللاعب الوحيد اللي اخذ صوره تذكاريه مع سمو الامير هو كان لاعب محمد بوتريكا، وشكره امانه على هذا الموقف النبيل وهذا الموقف الصادق. هني يعني انت مرات القضايا الماديه والامور يعني ممكن